عامر عطية إبراهيم، اسم الحركي رجهات تربسبية، مواليد 1984. قرية سرطانة لول، من سكان القحطانية. ويعني أنا مولدت بالقحطانية تربسبية، ويعني القرية يعني سكنت بها قليل، يعني مو كثير. كان وضعنا المادي تحت الصفر. أبي كان فاتح محل خضرة صغير، وبلشت أشتغل معاه يعلمني، والحمد لله بلشت أشتغل لبين ما مشيت على الجيش. بال2004 ظليت أأجل. بالأخير إجوا على الأمن السياسي بعثونا ورقة اللي يمشي إجباري. هربت شي 3-4 أشهر على القرية عند أجدادي، وهم تعرفين قبل الوضع الأمن السياسي والأمن العسكري ما عندهم مزح بنوب، هذوله ما عندهم احترام بنوبه. قالوا إذا ما يجي ناخذ أبوه يا أمه، ياخذونهم صحيح هذول، يعني ظلم هذا. اجوا اخذوني اجباري، اخذوني على سكنة هانانو بحلب. ضليت شغلة 5 أيام سكنة هانانو، اخذوني عاد على المدرسة الفنية الجوية بحلب. سووا لي دورة 6 أشهر. دورة المجند 45 يوم، هي هم 6 أشهر. ليش 6 أشهر؟ قالوا هذا كان فراري. 6 أشهر بحلب، يعني دورة عرفاء ورقباء، صف ضباط، يعني معاهم سووا لي غصب عني. خلصت الدورة واخذوني على الشام، حطوني بمركز يعني متطرف لحاله. انا وواحد كنا بس نشوف جهاز لاسلكي، نشوف طيارة نخبر عنها، بس هذه شغلتنا. اكل لا يعطونا وما يجيبوا لنا شيء، نشتري كل شيء على حسابنا. كانوا يعطونا راتب 300 ليرة. يجي المساعد نعطيه الوتر ننزل اجازة، 300 ليرة نعطيه الوتر يعطونا اجازة. المهم قبل ما اسرح بشهرين صار طريق تهريب بعسال الورد. هجانه شابك هم وياهم. كان ايام حسن نصر الله هو واسرائيل. كان عندنا طبعا امر باطلاق النار. اجى هجانا علينا قادي وضربنا، بلشنا نطلق نار. ليش تطلقون النار؟ ليش تطلقون النار؟ قلنا ما طلقنا غير طلقتين احنا. واخذوني على صيد نايه 45 يوم حطوني مشان طلقتين. ليش ضربتين؟ كمش محامي هذيك المرة حط 245,000. 245,000 كان يشتري 3-4 بيوت بالقحطانية، والله دين كمان. المهم يلا طلعت وخلوني أخدم 3 أشهر زيادة. حطوني بس 7 أبيار على المثلث الأردني السوري العراقي بسحرة. المهم صبرت لبون ما تسرحت من هون. جيت على البيت، ظليت لي 2-3 زمان. طلعت على لبنان اشتغل. بال2010 2011 ورجعت. أهلي كانوا بهالحالة ساكنين بالقرية، رحلوا على القرية. بال2011 رحت غادي. بلش الجيش الحر أول مرة. طبعا أنا وإخواني كانوا صغار، ما كانوا صغار، بس أنا الكبير عند أبوي. ما تحركنا، ظلينا قاعدين. بال2012 و13 بلش الدواعش.
احنا رحلنا جينا عاد على القحطانية لهون. طبعا من الدواعش هربنا من غادي، تركنا بيوتنا كمان وهربنا هون على القحطانية، رجعنا هون. وعادين هنا رفقاتي، تعرفين انت رفقاتي بي كراد وبي عرب كنا مع بعض، ما كنا نعرف هذا شيعي وهذا ما بعرف شنو، كنا مع بعض رفقات، يعني ما كنا نعرف هالمواضيع هاي كلياتها، ما كنا نعرفها. كنت زاد اشتغل هون بالتربسبيه بالمحلات، من محلات انا طبعا والله رفقاتي زانه وهفال زانه وهفال يوسف، هذول كانوا معانا كمان. ايه وبلشت الحركه. والله شفنا عاد حمله تلحميس، ما تلحميس راحوا عليها يعني 3 4 رفقات راحوا من القحطانيه استشهدوا. والله انزعجنا كثير. والله احنا تعرفين الشباب بنقعد مع بعض، نصير مع الشباب، نصير مع والله انا جيت معاكم. والله انا واخوي اسمه يا ساهر، اسمه الحركي ياسر. عندهم الدواعش وهذول عندهم خراب ما يعمرون، على اساس اسلام وما اسلام، ما عندهم اسلام، الاسلام ما يقطعوا الروس، ما يقطعوا روس الاسلام، ما مدارس يخربونها، يعني اي قريه يخربونها، يعني يطلع منها واحد يخربونها، وخطف ونهب. ما يعني ما انتمينا لهذيك القاعده بنوب، ولا هنا الرفاق هنا شفناهم قاعد يعمرون، ما قاعد يخربون، وينصحون الشباب، واللي يخرب يروح ينصحونه مرتين 3، نطلع زادين دوريات على القرى ما القرى. والله كان زاد حتى سيارة عمي زاد، حتى تبرع لنا بيها زادين، قالوا اشتغلوا صار عندكم مهمة شغلة شيء جاهز السيارة، كنا نطلع بيها بسيارة عمي كمان. وهاي شغلتنا عادينا. صارت حملة الهول، طلعنا بيها حملة الهول. هبال الطوابير هي تتقدم، احنا شلون نروح هبال نروح على المدنيه، مين من الدواعش متخبي او شيء، فهمتي علي شلون هبال نكمش وراهم احنا. والله كانوا يفوتون هم اول شيء، طبر شيء جسور. اول ما فاتوا راحوا شهيدين عندهم، ازعجنا كثير والله. ظلوا تقريبا نهار كامل بس صعوبة، بس رحنا فاتوا الشباب وطالعوهم، كان يعني اشتباك قوي بالهول، والحمد لله الله نصرنا عليهم وفتنا ومشطنا هالمنطقة كلياتها. طبعا احنا وطابور شي جسور وبي قوة قامش اللي زاد معانا، وقوة ديريك وما ديريك كلياتها هالقوة هنا الموجودة. خلصناها
وبلشنا عاد ونروح مشينا على الشدادي. هاي بهالحالة أنا شهر ونص غادي يعني البيت ما جيتوا، عم ينطون يقولوا روحوا، ما نقدر نروح، نترك شباب هون ما نقدر نروح لهم. متجوزين انتوا؟ قلنا ما في، ما حدا أحسن من حدا، كنا رفقات مع بعض، ما حدا أحسن من حدا. ومشطناها كمان رحنا عليها واشتغلنا شغلنا غادي بالشدادي. كانت في خلايا نايمة كثير ومسكنا سلاح كثير بيها، وكانت طوابير تفوت يعني يظلون يومين ثلاثة، أحيانا يتحاصرون كمان. بس غادي الأهالي شلون لمن وصلنا الأهالي شوي ساعدونا، مو كلياتهم، شوي ساعدونا، بس كان عندهم فكر غير فكر، إنه إحنا الدواعش مو هم اللي كانوا عندهم، هم الدواعش فكرهم هم. بس لما شافوا شلون والله وطابور شيء جسور راح منه كمان 2 النوب حملة الشدادي. بس طبعا في شهداء راحوا، بس والله أحيانا لما يتحاصرون يعني 3-4 ساعات نروح يعني نطلع شهدائنا ونجي نجيبهم. في القامشلي، قوة القامشلي يعني حررت كثير قوة القامشلي، وراح منها شهداء يسمونها أم الشهداء. هسه على القامشلي يسمونها أم الشهداء القامشلي. وغادي يعني أعطيناهم، اجوا تعرفين أنت هالولاد صغار، ما غادي كانوا جوعانين خالص. من لوجستيكنا كنا نطعميهم، من لوجستيكنا كان خير كثير نطعميهم. أو شوي شوي قمنا نعطيهم فكر، شوي شوي قمنا نعطيهم فكر عن فكر الحزب، فكر القائد عبد الله وجلان، ايش عم نسوي، احنا عم نحرر. شوي شوي قاموا ينضمون ها، في شباب من عندهم قاموا ينضمون. اول يعني واحد قام يحكي للثاني عن شلون المعامله كانت، وين هذول وين هذول، هون في فرق كثير. والحمد لله حررناها، وفي رفاق تطوعوا من غادي كثير زادين الشدادي. اليبجه هي عم تعطينا حماس. شلون صارت؟ حتى لأنه من يصير عندنا شهداء عم تزرقط اليبجه، عم تعطينا حماس، يعني نفوت على الجبهه. يبجه عم تقاتل واحنا قاعدين ما يصير، يعني هن عم يعطينا احساس انه ويزرقطن. والحمد لله بجهد كمان زادينا الشدادي المرأة، زادين صار عندن فكر كمان اجوا تطوعا. طبعا في المرأة اليبجه المرأة كانوا عم زادين عم يعطوا دروس على السياسة، عن السلاح، يدربونهن. طبعا كمان احنا كمان اللي يجوا يتطوعون كمان عم نعلمهم على الفكر وعلى السياسة وعلى السلاح، شلون نفوت على المعركة وشلون نطلع، شلون إذا رفيق يتصاوب شلون نروح نجيبه، شلون نساعده. أحيانا نتحاصر يوم يومين نتحاصر، شلون نطالع حالنا، شلون الذخيرة ما تطلق كلياتها. لما تطلق الذخيرة كلياتها عدوك يقول إنه أنت خايف، بس لما تضرب شوي شوي ذخيرتك تقدر تطول فيها 10 أيام. رختك والبارودة المخزن تقدر تطول بيه 10 أيام أنت، إنه تخلي خصمك هو يخاف منك مو أنت تخاف منه. هيك علمناهم يعني. بلشوا طلعنا على حملة منبج. حملة منبج كان أخوي بالحملة، وقالوا في رفقات بدنا رفقات يروحون على الحملة، منو يجي؟ طبعا الرفاق قالوا
مو غصب عنكم تروحون. اللي بده يروح تا يجي يرفع ايده. طبعا انا رفعت ايدي، قالوا اخوك بالحمل، قلت عادي. مشان شو نحن جينا؟ مشان نقاتل، مشان شو جاي يعني؟ مشان اقاتل مشان الارض والعرض. يعني هاي كلها بلدنا هذه. يعني اذا المرأة عم تقاتل وانا قاعد هين ما يصير. وطلعت شغلت 25 يوم ضلينا نقاتل غادي. طبعا معانا المرأة 25 يوم تصاوبت. طبعا بهالقرية متوزعين بنقاط متوزعين. القرية كان فيها 4 جروبات إنه كل جروب بيشي 6 7. اجت مفخخة الساعة 4 الفجر. الساعة 4 الفجر المفخخة اجت. طبعا كنا 3 احنا فايقين و3 نريح بعضنا، عم نريح بعضنا. اجت طلعت من البستان، غادي كلها بستان جوز ولوز وزيتون كلياتها بساتين غادي. عاد الرفاق قالوا ممنوع، كان حتى بيه غرف زادين بالبساتين. هافال عم يجينا اطلاق نار من غادي نضرب اربجي، قال لا ما تخربون، ممنوع تخربون شيء، ممنوع بنوب تخربون شيء. اذا طلع اضربوا، ما طلع لا، ممنوع تخربون شيء بنوبه. اي شجر اي بيوت ممنوع تخربون كل شيء، هاي بيوتكم انتم جاي تحررون مو جاي تخربون. نقول تمام. هافال الساعة 4 الفجر فاتت علينا، عطبناها، ما فجر حاله، عطبناها. كانوا 2 بالسيارة، واحد طلع من السيارة ضربناه، واحد ظل بالسيارة علقان بالسيارة، مطعون علقان بالسيارة. ايوه شلون صارت عادين؟ بلشوا الضرب واحنا عم نضرب، بلشوا اشتباك قوي كان، حتى الطيارة طلعت كمان تضرب. انا حطيت ظهري وين؟ انا كنت فوق السطح، حطيت ظهري على الشيناج. رفقاتي هذولاك اللي جوا قلت لهم لا تطلعون، ظلوا 3 جوا و3 فوق. واحد زاد نزلته، خليت واحد بس عندي. بس من اطلاق النار بلوك، كل بلوك ما نقدر نحط ظهرتنا على البلوك على شيناج، حطيته بحضني. بعثونا ذخيره قمنا نذخر. قلت له والله اليوم الله يسترنا، الله يسترنا اليوم. لسه ما كملت كلامي اجانا اسبشينو ضرب الحيط، رفيقي انطعن هون برقبته، اسمه هارون، هذا هارون اسمه. وانا برجلي انا ما حسيت بضربتي، على اساس انا ما في شيء، ما حسيت بضربتي، كان صوابي حار. المهم رفيقي، صحت لرفيقي من جوا، قلت له لا طالع راسك، اسحبوا. سحبوا، انا عادي يريد يجون ياخذوني يسحبوني، ما عاد يقدرون اطلاق النار كله. المهم انا اللحم كان مقلوب قلب، العظم يبين. طلعت اول شظيه ثانيه ما قدرت اطلعها، عندي شماغ، ربطت رجلي وزحفت عليهم. هو سحبني، اجت قذيفه النوب في بيت الدرج، شالته بنوب، انا وياه وقعنا. يعني فوق الضربه انضربت مره ثانيه رجلي، قامت مفك العظم عنا بس اللحم ماسكها. ضلينا تقريبا شي نص ساعة، أقول لهم أعطوني مي، ما رفقاتي ما يعطوني مي، قالوا ما نقدر نعطيك مي، أعطوني مي بس أريد أشرب مي، ما أعطوني مي بنوب. المهم يا شباب أصيح، قالوا ممنوع تشرب مي. ماسكيني طبعا هم، ورفيق هذاك زادين يصيح أريد مي يريدون، ما حد أعطانا مي بنوب. جت هذا إيناس شالتني، شلون الله أعطاها حيل ما أعرف. رفقاتي والله ما قدروا يشيلوني، هي اجت حضنتني وشالتني.
فتحت باب البنزيرة، لما فتحته على ما تجي تحطني بالسيارة اجتها ضربة هنا برقبتها، وقعنا أنا وياها. في الرفيقة اللي بجي بالسيارة قاعدة سحبتني، وجوا الرفاق شالوا هذول إناس وأنا ودوني على نقطة ما قدروا يخلوني فيها، حطوني بتويته. البنزيرة رجعت على الجبهة مرة ثانية على خط الجبهة، ودوني على معمل الزعتري. كانوا الرفاق غادي في الرفيقة هذول ناس لما كانوا يسعفوني، يعني والله العظيم أقول لهم في هذول اليبجة شوفوها وينها. لما وقعت هي كان شايلتني ووقعت هي، أصيح أريد هذول اليبجة وينها، روحوا شوفوها وينها. هذول إناس بس أريد أشوفها وينها، يسعفوها اللي يسعفوها، وهاي لسه صورتها عندي، لسه صورتها بجيبي، وين ما أروح وين ما أجي والله العظيم بدزاني. هاي صورتها بدزاني، وإذا الله كتب لي بنت والله أسميها هذول إناس. هالصورة هاي صار لها من 2016 هي بجيبي لحد الآن. هالصورة هاي لما سمعت استشهدت والله انزعجت. أنا كنت شلون هبال، كنت ببيت الجرحى، وضعي كان مكركب بنوب. وطبعا لما يعني واحد مصاب وتستشهد رفيقه، يعني لحد الآن ترى لحد الآن أحيانا حتى ذاكرتي يعني ما أحس بحالي نوبات، لما أتخيل هذاك الشوفة اللي شفتها، إن شلون اجت يعني مبتسمة وفرحانة وتقول لي هافال ما فيك شيء ما فيك شيء، وشارتني. يعني لها ساعة أتخيل ردة فعلها شلون كانت، يعني تعطي حماس، تعطي جرأة للواحد، يعني واحد يحس على حاله. يعني شنو، شوف شلون عم تشجعك وعم شيء. يعني لحد الآن تخيل شلون لما انصابت شلون وقعت، هي عم تحكي مبتسمة. رحنا على صرين، اسعفوني كمان بصرين، ودوني عاد شغلة ساعتين بصرين، قالوا ما عندنا مكان. على كوباني كانت معبية المشفى. طبعا كانوا مدنية يجون يساعدونا كمان غادي من رفاق مدنية، وفي الرفاق غادي كانوا يساعدونا. يعني كان في إصابات كثيرة والله بالرفاق، كمان كان في شهداء كثير. حتى المدنية يعني والله ما قصروا، أهل كوباني غادي ما قصروا غادي. المفوتون على العملية ما حسيت بحالة 12 يوم. هذا بعد ما بكوباني، بعد ما عالجوني جابوني على الحسكة، ظليت يومين بالحسكة وجابوني على القامشلي. بالقامشلي طبعا أهلي توهم دريو، اجت أمي واجت أبوي، اجا أبوي معها. لما شافت زاد في رفاق، المهم هلهلت، ضرب زرغوطة بالمشفى أمي. ظليت بالمشفى 5 أيام. الرفاق جابوني هنا على البيت. هذا لما عاد وين حطوني ببيت الجرحى. بيت الجرحى ظليت تقريبا شي 6 أشهر فيه. أفواج، الرفاق عملوا أفواج، انضميت للأفواج. طلعت من عند العلاقات انضميت للأفواج. الأفواج صرت بطابور شيء جسور. طبعا طابور هذا قديم، أول ما بلشوا الرفاق أسسوا طابور شيء جسور. صار فوج الشهيد، الفوج تبع شهيد دبرم تربس بي، أنا رحت انضميت عليه.
قلت لهم أنا ترى وضعي كذا كذا مصاب ورجلي. قالوا أهلا وسهلا، استقبلونا الرفاق. وبلشت حملت الرقة وشاركت فيها زاد، وحملت الطبقة. بعد ما حررنا المنطقة جينا ريحنا شوي هون. بلشنا بحملة دير الزور. حملة دير الزور أخذنا الحدود كامل لعند الحدود. رجلي شوي قامت توجعني من البرد، جابوني الشباب ريحوني الرفاق. ضلينا بعد ما حرروا دير الزور بالكامل. بلشت حملة راس العين. راس العين الشباب رفاق قالوا ما نقدر ناخذك، لأن الحملة هاي فيها طيران، ما نقدر ناخذك، خيو انت هون ظل بنقطة، فتحوا لي نقطة. في أحيانا رفاق مصابين او شيء من الفوج نجيبهم لعندك هون، عندك بالنقطه دير بالك عليهم. جابوا لنا شيء 3 4 من الرفاق، والحمد لله تحسن وضعهم. وانتقلنا عاد على تركيا. ضربت فوجنا تلبس بيه، راح عندنا 3 شهداء و6 مصابين. الفوج شيء دفرم هذا. انتقلنا عاد الفوج، انتقلنا على ابو فرع. من ابو فرع غادي رجلي خالصه، كان فيها صفايح، التهبت الصفايح، العظم قام يتهشش. عاد سووا لي عمليه، قالوا رجلك يعني اللي تمشي كثير، بس هالمره يصيب العظم يصيبه شيء على البتر. انه هالبلد كلها تتحرر، وانه حقنا كله يرجع كامل، وحق القائد يرجع، والله يطالعه بخير وسلامه. وامتي كمان انه هالجيل الجديد هذا اللي طالع شافنا شلون عم نقاتل، وش قد راح لنا شهداء، ويتحرر هالوطن كلياته، ونعيش بخير وسلامه.